هلا بدك تحكي لنا عن اصول اكل الكباب ولا تصعبيها تخلي الخلق تشلي علينا. شوف، إذا كانت الكبة قراص أو دراويش بتتاكل بالإيد بدون أي خجل. كويس. ما بتقسمها بالفرتيكة والسكينة وتخلي الحشوة تنبحت بالشنق وتحتار بقى شلون بدك تلمها. لا، بتكمش درويش بإيدك، بتعد منه أول لقمة ثم بتبعده عنك شي 30 سنتي، مقدار 30 سنتي يعني، وبتعمل لك بقى نظرة على الحشوة فصل الدرويش وبتتابع الأكل. ليش بقى هالحركة؟ مو بدك تعرف شو عم تاكل؟ الحشوة بصلة كتير، لا لحمتها أكتر، فيها جوز، فيها رمان. والله الكبة ايش من كانت محشية انا بحبها. لك صحيح كمان مسموح الف قرص الكبة بشقفة خبزة واكلهم مع بعض؟ يا مش عم تحب الخبز؟ هيك انا بحب اكلها، وخصوصي اذا كانت مشوية وفيها شحمة. خيو كل ما تشتي نفسك، ما حدا له خص فيك، المهم انك تاكل بهدوء بدون صوت بدون تلميط، ما تحكي واللقمة بتمك، ما تشوبر وانت كامش الكبة بايدك وتنبحت الحشوة هون هون ومكنسية معبدة وراها. غير هيك كل على راحتك، الف صحة وهنا نظري. على قلبك يا ام عبيد. مشان انواع الكباب التانية مثل الكبة بصينية، الكبة المبرومة، الكبة الصاجية، الكبة السياخ، شلون نظام اكلهم هدول؟ إذا بالبيت وما في حدا غريب تريد تاكلهم بإيدك، تريد تلفهم بالخبزة، أنت حر. واذا عند العالم شلون تأمري اكلهم؟ ممكن بالإيد وممكن بالفرتيكة. إذا حبيت تاكلهم بالإيد ايه حبيب. بدك مش سقطت الكبة بصينية أو شوفة كبة المبرومة، بتستعمل إصبعتين فقط لا غير، ما بتستخدم كل أصابع الإيد كأنه عم تاكل سندويشة فلافل. ولا تكبر اللقمة مشان ما تضطر تفتح تمك مثل مغارة جعيتها قدام الخلايق. عيب. يا امرك ست اتيكيت خانم. هلا إذا خدت الجور على حالك وتاكلهم بالفرتيكة بكون أحسن. لا خلينا بالايد، اطيب واريح. على راحتك.